يا جماعة، مصر مش بس فراعنة وأهرامات، عندنا حقبة رهيبة اسمها العصر القبطي. القصة بدأت في القرن الأول الميلادي، لما القديس مرقس جاء من الإسكندرية ونشر المسيحية. القبط عملوا حركة ذكية، خدوا فنون الفراعنة ودمجوها بالروح المسيحية، فطلع عندنا كنائس أيقونية زي الكنيسة المعلقة. والأيقونات دي مش مجرد رسومات، دي كانت إنستجرام العصور القديمة، كل صورة بتحكي قصة. حتى اللغة القبطية آخر مراحل اللغة المصرية القديمة، ولسه شغالة في الصلوات لحد النهاردة، يعني ترند عمره آلاف السنين. العصر القبطي كان الجسر بين مصر الفرعونية ومصر الإسلامية، وبيورينا إن الهوية المصرية ثابتة مهما الزمن يتغير. فالمرة الجاية لما تسمع كلمة قبطي، افتكر إنها مش بس ديانة، دي جزء أصيل من تاريخ مصر نفسها.